السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده خليني أكلمك عن أسطورة العمود الفقري في مصر، الدكتور هاني عبد الجواد. الدكتور هاني عبد الجواد اتولد في قرية البساتين التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة، وقرر إن هو يسيب قريته البسيطة الصغيرة عشان يدرس في كلية الطب ويتخصص في جراحة العظام والعمود الفقري، ويمشي في طريق حلمه الدكتور هاني عبد الجواد حتى يصبح الآن ساحر العمود الفقري أو دكتور المعجزات. الدكتور هاني كانت أكتر دراساته كانت بره، وحصل على عدة زمالات لغاية ما دراسة العمود الفقري بقت كل حياته، ولهذا السبب قرر إن هو يتخصص فيها. الدكتور هاني حصل على زمالة معينة، ودي كانت أكبر نقلة في حياته لما حصل عليها من أكبر مراكز العالم في جراحات العمود الفقري في جامعة مونتريال في كندا. وبعد دراسة وأبحاث طبية استمرت لمدة سنين، قرر الدكتور هاني إن يثبت نجاحه الكبير ده غير حصوله على جوائز علمية محلية ودولية، وكان منها جايزة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من مجموعة العمود الفقري السويسرية عن الأبحاث اللي قام بيها في تشوهات العمود الفقري. ومن أكبر وأعظم الإنجازات الطبية اللي حققها الدكتور هاني هي نجاح عملية هند الإماراتية، وقدر بالفعل إن هو يغير حياتها تماما، وكانت أكبر وأصعب العمليات الجراحية اللي أجراها الدكتور هاني، واعتبرها كده إن هي حالة خاصة. هند بنت إماراتية الجنسية، وكانت بتعاني من صغرها من هي تقريبا عندها 6 شهور من العجاج في العمود الفقري، وبعد محاولات ليها فشلت في إن هي تكتشف علاج لحالتها، وده كان بعد عرضها على أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وكانت بتقول التقارير الطبية اللي خدتها من هناك من الدكاترة دول أو من الدولتين دول إن في احتمالية لوفاتها، وده طبعا كان بموجب التقارير الطبية والفحوصات اللي عملتها هناك. وفي بعض التقارير الطبية كانت بتوضح إن هي لو اتعرضت لأي عملية جراحية في العمود الفقري في عرضة كبيرة جدا واحتمالية بنسبة كبيرة جدا إن هي تصاب بالشلل. وبعد مراجعة الدكتور هاني لحالتها والأوراق الخاصة بيها والفحوصات الطبية والإشاعات وكل التقارير الطبية الخاصة بهند، قرر الدكتور هاني إنه يغير حياة هند 180 درجة تغيير غير متوقع، وده كان بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وكل الشكر والتقدير للدكتور هاني اللي أعاد الأمل والروح بعد ربنا سبحانه وتعالى لبعض البشر. وحقيقي بالتوفيق ليك يا دكتور انت والدكتور مجدي يعقوب، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح المستمر بإذن الله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.